مساء الفل. واضح ان كولر ولا ذاكر سان داونز في الماتش الاولاني، ولا استفاد حاجه بعد الماتش الاولاني، ولا حد من الجهاز الفني بيتكلم معاه، ولا اي حاجه خالص. فرقه زي سان داونز، انت بتلعب فرقه هجومها تقيل قوي، فاتح لهم ملعب في الماتش اللي في القاهره هنا، فاتح لهم الملعب رايح جاي معاهم. المفروض كان يجيبوا فيك هناك على الاقل 5 6 جوان بالهجمات اللي هم راحوا بيها هناك. ربنا استرها وتعادلت 2-2. خلاص الدنيا مشيت، تعالى هنا الماتش اللي في افريقيا نفس الموضوع بس بالعكس بقى شوطين. الشوط الاول انت مديهم الكوره وسايب لهم كل حاجه، واقف ورا حلو قوي، لكن ورا بقى بتعمل ايه؟ بقى ما بتعملش حاجه. راس لعيب واقف، ولا بتضغط، ولا مقفل مساحات، ولا مقفل زوايا تمرير، ولا اي حاجه خالص، وعمالين يجيبوا في جوان ورايحين وجايين والدنيا حلوه قوي معاهم. الشوط التاني حبيت تظبط الدنيا، بتهاجم شويه اكتر، دخل فيك جوان تاني. صن داونز ما تتلعبش، ولا ان انت تقعد تستف في لعيبه على الفاضي، ولا تقعد تهاجمها. صن داونز دفاعها زي الضايع خالص، مفيش اي دفاع خالص عندهم. كنت تلعب تدافع، خط نص تقيل، دفاع تقيل، مقفل زوايا التمرير بتاعتك، ضاغط صح في ال 18 وقدام ال 18 شويه، ما تديهمش فرصه ان هم يشوطوا، تلعب على المرتدات. لكن انت ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي كلها، وللوم كله على كولر وعلى الجهاز الفني. لعيبه في عليها تتلام، بس الاكبر كولر اللي سايب الماتشين بيمشوا بالطريقه دي. والاهلي فرصته خلاص، يعني الاهلي لازم الهلال يخسر من ساوند داونز الماتش الجاي، والاهلي يكسب الهلال عشان الاهلي يصعد، غير كده الاهلي بره افريقيا. شكرا.